بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقه الثالثه من الخرز الحضاري. زي ما قلت اليزابيث دي الاولى قالت احنا ليه متبهدلين كده وليه حياتنا كده؟ قالت لان احنا ضعاف. طب ازاي نبقى اقوياء؟ قالت الاقوياء على مستوى العالم طبعا هي بتتكلم عن المحيط اللي حواليها. طبعا كان في المماليك، وكان في كان ناس اقوياء جدا، وكانت الدوله العثمانيه كانت دوله قويه. وهي عملت فعلا اتصالات مع الدوله العثمانيه بالفعل، وكانت بتبعت يعني حتى وولد يورانت كان بيتكلم عن الحكايه دي، ان هي بعتت للسلطان العثماني بتحرضوا على اسبانيا، بتقول له دول كفار ومش قال يعني ايه اللي مؤمنه؟ دول كفار وانتوا لازم تساعدونا وان احنا نحارب الكفار دول. دول بيقولوا ان المسيح هو الله وحاجات كده. فانا ما اعرفش السلطان العثماني رد عليها قال لها ايه، بس يعني واضح ان هو طبعا كان عنده ساعتها ازماته وعنده مشاكله. فهيروح فين؟ انجلترا بعيده قوي بالنسبه له يعني. لكن في حاجه تانية طريفه في التاريخ الانجليزي، وهو ان الملك جون اللي هو بقى جدها مثلا من 400 500 سنه، اللي هو مؤسس الاسره نفسها. الملك جون ده كان فرنسا كانت جايه تهجم عليه، حمله فرنسيه على انجلترا، وهو كان ضعيف ساعتها مش قوي. فهو قال لك انا استعين بقوه ساندني. كان ساعتها بقى اقوى قوه في اوروبا كانت الاندلس، والخليفه الخليفه الاموي المعتصم تقريبا او حاجه كده. فبعت له قال له انا عايز احتمي بيك وهعمل لك وهبقى بالنسبه لك ليك عليا الولاء الاقطاعي. يعني اعتبر انجلترا دي مقاطعه تبع الاندلس، بس احمي عرشي من فرنسا، وممكن عايزين تنشروا الاسلام في انجلترا مفيش اي مشكله. تخيل الملك جون اللي هو اخو ريتشارد قبل الاسد. طبعا الخليفه الاندلسي ما ردش عليه رد ايجابي، لان كان عنده صراعات داخليه بقى في اسبانيا وبتاع شغلانه كده. لكن شوف فرصه تاريخيه، يعني لو كان انت كانت انجلترا دي بقت جزء من الاندلس، وكان الشعب الانجليزي ده بقى شعب مسلم. تخيل ده حاجه يعني كانت غيرت التاريخ تماما. برضو حتى دي قالها برضو ارنولد توينبي، قال الحكايه دي، قال ان العثمانيين كانوا على وشك يفتحوا اوروبا بالكامل، لولا ان ظهر من وسط اسيا تيمور لانك. تيمور لانك ده اخر زعيم مغولي. المغول ظهروا في التاريخ عبر 4 زعماء، 4 موجات. المغول دول الموجه الاولى اتيلا، ده ظهر، ده ما جالناش في المنطقه خالص في الشرق، ده راح اوروبا اتيلا، واستقر في الاخر في المجر، اللي هم مريم فخر الدين اصولها امها مجريه. هي حتى هي قالت احنا اصولنا مجريه، وكان الزعيم بتاعنا زعيم الهوني المغول، هو هوني يعني مغول. كان هو اتيلا ده. بعد كده جه جنكيز خان. جنكيز خان ركز على الصين والهند. وبعد كده جه هولاكو بقى انتوا عارفين طبعا، راح للدوله العباسيه وكان عايز يجي مصر، وراح سوريا وكان عايز يجي مصر، وانهزم وقطز هزمهم والكلام من ده. اخر بقى واحد كان اسمه تيمور لانك، ده ركز على اسيا الوسطى، وكان عايز يفتح تركيا يعني الدوله العثمانيه. فكان السلطان بايزيد ده على وشك جهز جيش وعلى وشك يفتح اوروبا. المؤرخ ارنولد تومي بيقول لو كان بايزيد ده كان خلاص اوروبا استسلمت، خلاص ما فيش، ما عندهاش قوه تقاوم. لو كان فتح اوروبا كانت اوروبا وروسيا بقوا دول اسلاميه. تخيل. لولا ظهر له مين؟ تيمور لانك. تيمور كده كان اسلم، كان مسلم برضه، بس كان طلع في دماغه يهاجم الدول الاسلاميه. فبايزيد ما قدرش يخرج في الحمله بتاعته اللي رايحه تفتح اوروبا كلها، لان عرف ان تيمور لانك مجهز جيش ضخم جدا، وان هو بس مستني الفرصه ان هو يخرج ويقوم جاي محتل العاصمه العثمانيه ويحتل الاناضول. فقال لا انا اخلص منه الاول. تيمور لانك لئيم، وبيطبق نفس القاعده بتاعت الشعب السيس، اللي هي ايه؟ كيف تنتصر دون ان تحارب، اللي هو اهرب واعمل كمان، اهرب واعمل كمان. فقال له طيب انت عايز تحاربني، طب انا بقى مش هواجهك، انا عارف انك مستعجل، انا بقى موريش حاجه، انا صايع. يا ابني اقف خليني احاربك. لا مش هقف. كل ما يروح بلد يلاقيه سابها ومشي جري، فضل يلف ورا بعض يلف ورا بعض يلف ورا بعض. ها يمكن 2 3 سنين لحد ما الجيش العثماني انهك تماما،
ومبقيش لاقيين اكل. طبعا هو كان ابن الذين تيمور لانك فاهم المناطق اللي فيها العشب للخيول وفيها ميه وفيها اكل، انما بايزيد مستعجل فكان بيخش في الصحراء عايز يوصل له بسرعه. فاول ما الجيش العثماني تم انهاكه بقى، قام تيمور لانك انقض عليه وقبض على يزيد وسجنه وشغلانه كده. فيعني قصدي اقول بمناسبه يعني الفرص التاريخيه اللي هي ضاعت دي، لو كان بايزيد ده فتح اوروبا، كان المؤرخين نفسهم بيقولوا كان خلاص اوروبا ما عندهاش اي قوه تقاوم، كانت بقت اوروبا كلها قاره مسلمه، وروسيا كمان. ف اليزابيث نرجع لاليزابيث الاولى بنيه انجلترا الحديثه، قالت ان احنا في دول احنا عايزين نبقى يعني ما ينفعش نبقى اقوياء. هنا بقى اللي انا بقوله الشغف الحضاري اللي بيظهر دايما في الامم العظيمه، زعماء بيقولوا لا احنا عايزين بلدنا دي تبقى دوله عظيمه. في ناس كده زي محمد علي مثلا في مصر، زي جمال عبد الناصر برضو بدرجه يعني مختلف معاه، لكن زي جمال عبد الناصر الناس اللي عندها ايه، شغف حضاري. وزي السادات برضو، يعني السادات وعبد الناصر ومحمد علي. لا مبارك، لا مبارك ما كانش عنده شغف حضاري خالص، مبارك عنده غباء حضاري. ده من اغبى من حكم مصر للاسف 30 سنه، حاجه غريبه، غبي ويحكم 30 سنه، مش فاهمها دي. بس هو كان سائل الهبل على الشيطانه، يعني هو كان ايه، عايش في اطار ايه، انت عارف هي ده نوع من اللؤم، يعني هو اصل اللؤم غير الذكاء. اللئيم ده مش معناه انه ذكي، لا لا، اللؤم دي مهاره معينه، ان الشخص يكون لئيم. لئيم يعني ايه، يظهر غير ما يبطن. يا حبيبي يعمل كده، يعني عارف، يعني يبين لك ان هو بيحبك لكن هو بيديك خناجر من وراك. ده اللئيم، بيعمل مقالب ويعمل مكائد. فهو مبارك كان كده، كان لئيم، عاش كده اول 10 سنين في حكمه مستعبط فيها، ويلبس لك بدل بتاعت اسكو وبدل صيفي كده بتاعت الجماعه الشحاتين دي. وعايش في دور ان هو والكفن ملوش جيوب ولا بيلبس بدل. من راح مره يفتح، انا فاكر مصنع مصنع صوف اللي هو وولتكس ده شبرا الخيمه، كانوا عاملين تطوير وبتاع، وهو راح يحضر الافتتاح، انا شفتها في التلفزيون يعني. وبيعرضوا عليه بقى البدل اللي بينتجوها، كانت ساعتها البدله ب 60 جنيه. الشركه دي بدله صوف. فقال لهم دي جميله جدا، انا هشتري منكم 12 دسته. الواحده بكام؟ ب 60 جنيه، هشتري دسته، دي بدل جميله جدا. ولبس منها فعلا. بعد كده بقى يعملوا له البدل اللي هي مكتوب عليها اسمه دي، يعني مش هم، يعني بيروح يجيبها من بره يعني. ف... فهو كان لئيم، قعد كده مستهبل زي الهبل على الشيطان 10 سنين، وبعد كده بقى بدا ايه، تطلع له الضوافر بقى شويه بشويه، بدا بقى ايه، يطلع في الاختبارات يشتم ويعمل ايه اللي ادبه بقى، وانتوا حمير، بمعنى يعني من الخلاصه انتوا حمير وبهايم وانا الوحيد اللي بفهم يعني. وبعدين لما جه ابنه بقى اتفرعن اكتر، خلاص بقى العيال كبرت بقى وايه وهيحكموا بداله، اتفرعن اكتر. ده كان بلوه مسيحه، بلوه مسيحه مبارك ده، بلوه مسيحه. يعني يكفي شوف زكي بدر ده كان وزير الداخليه بتاعه، ده كان بيبيد قرى كامله للطيران، يعني حاجه، يعني هو ما كانش عارف. لا بلوه مسيحه مبارك ده من اسوأ من حكم مصر. ما كانش عنده اللي هو الطموح انه يخلي مصر دوله عظمى، لا 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 لا. هو خلينا احنا كده زينا متداريين كده ده ورا الحيط، انه غبي، ما عندوش القدره على انه يحول على يبقى عنده شغف حضاري، يعني يبقى عنده طموح حضاري. لا حتى هو ما عندوش طموح للحكم. ده السادات جابه عشان كده، لانه ما عندوش طموح، عارف ان هو حمار. حتى هو بيقول لك انا ما كنتش متخيل ان انا هبقى نائب، ده انا كنت فاكر ان انا هيرقيني ويخليني سفير. كان اقصى طموحه يبقى سفير. اقصى طموحه انه يبقى سفير. او ملحق عسكري او حاجات زي كده. ف دول الحكام اللي عندهم شغف. فاليزابيث دي من هذا النوع من الحكام اللي عندهم شغف حضاري، اللي هو عايز بلده تبقى دوله عظمى. هي قالت لك مين القوى العظمى اللي في العالم كلها؟ سيبك زي ما قلت العثمانيين بعيد قوي، قالت في المحيط بتاعي، لقت ان اسبانيا هي اكبر قوه عظمى في اوروبا وفي العالم، باعتبار انها فتحت امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، يعني بقت دوله عظمى جدا يعني. فقال بص، اضرب اضرب الطويل يخاف القصير، او يعني بص ابدا باكبر واحد. دي نظريتها، احنا لازم نهزم اسبانيا دي. نهزمها ايه يا مولاتي؟ نهزمها ايه؟ دول اسبانيا
اسبانيا. هكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله.